السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. وبنرجع نكمل الجزء الثاني من قصه سفاحه الطريق السريع إيلين وورنوس، ونيجي بقى للقشه اللي قطمت ظهر البعير زي ما بيقولوا، والحادثه اللي هتتكشف فيها جرائم إيلين، وهو الضحيه السابعه واسمه بيتر سيمز، 65 سنه، سافر في شهر 5 سنه 1990 من فلوريدا لنيو جيرسي واختفى فجأة. وبعد البحث عليه من الشرطة لقوا عربيته بتاريخ 4/7/1990، وشهود عيان بلغوا الشرطة انهم شافوا إيلين وورنوس وصديقتها المثلية تيرا مور وهم نازلين من عربية الضحية. كمان اكتشفت الشرطة بصمات ايد إيلين على مقبض باب العربية الامامي. كمان اكتشفوا حاجات من اغراض الضحايا في محلات بيع وشراء الاغراض المستعملة وعليها بصمات إيلين وورنوس. ولكنها كانت بتستعمل بطاقات مزورة، منها بطاقة باسم عمتها لوري جودو وسوزان بيلفيك وكامي مارش، واتنقلت بالاسامي ديت بين 3 ولايات وهي كولورادو وميتشيغان وفلوريدا، وتسببت في ارباك وتاخير تحقيقات الشرطة. لكنهم اتوصلوا في الاخر ان كل الاسماء ديت وهمية وبتوديهم لنفس المتهمة وهي إيلين وورنوس. وساعتها اعتقلت الشرطة إيلين وورنوس في يوم 9/1 سنة 1991 في بار من البارات وهي بتشرب خمرة، ولكنهم محدش عرفها انهم كشفوها، ولكن وجهوا ليها تهمة انتحال شخصية وتزوير. وفي خلال ايام اعتقلوا عشيقتها تيرا مور المثلية اللي اعترفت على إيلين ونعم الصداقة بكل حاجة، وكمان دلتهم على المكان اللي خبت فيه إيلين السلاح اللي كانت بتستعمله في جرائمها، وهو مسدس عيار 22 مللي والاغراض المسروقه من الضحايا. عشان كده اعتبرتها الشرطه شاهد في القضيه. وفي تاريخ 16/1 سنه 1991 اعترفت إيلين بعد التحقيق معاها انها قتلت ريتشارد مالوري، لكنها قالت انها كانت بتدافع عن نفسها لانه حاول اغتصابها. والغريب في الامر ان الشرطه لما شافت سجل القتيل لقت فعلا ان ليه سجل مليان بمحاولات الاغتصاب والتحرش. وبعد فتره طويله من التحقيقات اعترفت إيلين بقتل الضحايا ال6 اللي قبل كده التانيين كمان لنفس السبب، لانهم حاولوا انهم يغتصبوها. ونوصل لمحاكمه السفاحه، وفي خلال محاكمتها كانت بتسب وتشتم كل اللي في المحكمه عشان يتحكم عليها بالاعدام. وفي محاكمتها في فلوريدا اصرت إيلين وورنوس انها كانت بتدافع عن نفسها ضد اللي حاولوا اغتصابها، ووقتها صرخت في وش القاضي وقالت له انا بريئه، انا بريئه، انتوا سرقتوا عمري وهنتقم منكم اشر انتقام. وفي تاريخ 27/1 سنه 1992 تمت ادانتها بقتل ريتشارد مالوري. وفي فتره محاكمتها الطويله كانت بتتهم حراس السجن انهم بيتحرشوا بيها وبيعاملوها معامله سيئه، وقالت انهم كانوا بيبصقوا في الاكل اللي كان بيتقدم ليها. طبعا قالت الكلام ده من غير اثبات او دليل. وبعد مده طويله من المحاكمات اعترفت إيلين وورنوس انها قتلت ضحاياها ال7 مع سبق الاصرار والترصد بغرض السرقه، وانها عاوزه تتعدم، ورفضت ان المحامين يدافعوا عنها. وبكده حكمت المحكمه عليها بالاعدام بالحقنه القاتله. ايه الحقنه القاتله؟ ده اللي هنعرفه، وده كان في تاريخ 31/1/1992 وانضمت لقائمه المنتظرين لتنفيذ حكم الاعدام. قضيه إيلين وورنوس اشتهرت ليه؟ لانها اول سفاحه امريكيه في العصر الحديث، وكمان كسبت تعاطف الناس معاها بسبب الحياه التعيسه اللي عاشتها، لانها تعرضت للاذى والاغتصاب من طفولتها. وكان الاعدام في يوم الاربع 9/10/2002 وفي الساعه 7 الصبح دخل رجاله الشرطه زنزانه إيلين وورنوس وخدت وجبتها الاخيره، وهي عباره عن كوبايه قهوه مع وجبه كنتاكي. وبعد كده خدوها لغرفة الإعدام ومشيت معاهم، وكانت هادية جدا، وقالت آخر كلام ليها أنا لحد آخر لحظة مش ندمانة على اللي أنا عملته، ولو خرجت هعمل أكتر من كده كمان. وبدأوا يربطوها في السرير وغرزوا في إيديها حقنتين وريد، واتفتحت الستارة عشان يتفرج عليها أهل الضحايا والصحفيين. وكانت بتحرك راسها وعينيها بطريقة مضحكة وكأنها بتستهزأ بيهم. وبدأت عملية الإعدام الساعة 9:32 وانتهت الساعة 9:47
يعني ربع ساعة، وغمضت عينيها إيلين ورنوس للأبد. وبعد وفاتها كانت سايبة وصية إنهم يحرقوا جثتها ويسلموا رمادها لصديق طفولتها داون بوتكنيس، اللي خد الرماد ووزعه على شجر غابات ميشيغان على حسب وصيتها مكان ما عاشت. وتعالوا بقى نتعرف على الإعدام بالحقنة المسممة. بيتم ربط المحكوم عليه بالإعدام فوق سرير خاص، مفيش حاجة بتتحرك من جسمه إلا راسه بس، وبعدها بتتركب قسطرتين وريد بيستعملوا واحدة والتانية احتياطي لو حصل مشكلة في الأولانية، وبيثبتوا مجسات عشان تقيس ضربات القلب عشان يتأكدوا من وفاة المجرم. وبعدها بيتحقن المجرم بالسم وبيموت في خلال من 7 ل 11 دقيقة. وبيتكون السم من 3 حقن بيحددوا كميتها حسب حجم جسم المجرم، وبيحقنوا المجرم بأول حقنة وهي صوديوم البنتانسول اللي بتتسبب في شلل وفقدان الوعي في خلال 45 ثانية، وتاني حقنة اسمها كلورايد البوتاسيوم اللي بتتسبب في توقف القلب خالص، بتوقف القلب خلال 30 ثانية وهي حقنة مؤلمة جدا، وتالت حقنة اسمها بروميد البنكريون اللي بتتسبب في شلل الرئتين ويتوقف التنفس، وتكون الحقنة الأخيرة عشان يتأكدوا من وفاة المجرم خالص. وفي ختام حلقتنا عايز أقول كلمة أنا شخصيا استفدت من قصة إيلين، إن اللي يعيش حياة زي حياة بطلة قصتنا مش هيبقى دكتور ولا مهندس ولا مدرس، لكن هيبقى بالتأكيد مجرم أو قاتل أو سفاح. وكمان لاحظت إن كل ضحاياها تقريبا من السن الكبير، وده يدل إن بقى عندها عقدة نفسية بسبب جدها وأصدقائه اللي كانوا سبب في العقدة النفسية عندها من وهي طفلة بسبب الاغتصاب. وانت عزيزي المشاهد لو متابع معايا لآخر القصة، ايه رأيك في إيلين ورنوس؟ هي فعلا مجرمة ولا ضحية مجتمع؟ عايز أعرف رأيكم في القصة ومستني تعليقاتكم على الحلقة، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. وليكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لكم، شكرا.